مساء الخير. الحقيقة يعني أول مرة بنشوف إن سنترال رمسيس تحديدا يعني بيولع مرتين في أسبوع واحد، وما بين المرة الأولى والتانية حوالي 4 أيام، ويعني شيء غريب. والأغرب إن على طول تاني يوم حريق في دمياط، تاني يوم حريق في العاشر من رمضان. يعني احنا قدام سيناريو غريب الحقيقة يعني. على كل حال حبيت ألخص ده في قصيدتي الجديدة السنترال اللي بيولع وحده. يا بلد بتحب المفاجآت، فيها السنترال بيولع مرتين، مرة نار ومرة دخان، والتنين بنفس العنوان. يوم 7 يوليو قالوا الحمد لله أخمدنا الحريقة والأمور تحت السيطرة والمبنى تمام التمام، كأن مفيش حاجة اتحرقت ولا في غياب في النظام. قوم في 10 يوليو نفاجأ بنفس السنترال، نفس البلكونة ولعت تاني كأنها مولعة من العيد اللي فات، والرد محدودة بس فيها شوية دخان وسكات. فين المطافي؟ فين اللجان؟ فين الناس اللي قالت الموضوع اتحسن من زمان؟ ولا هو الحريق في مصر وياخد اجازة يومين ويرجع كأننا نسينا كمان؟ ولا هو الحريق في مصر وياخد اجازة يومين ويرجع كأننا نسينا كمان؟ يعني احنا في عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والميكنة، وبرضو المباني عندنا لسه بتولع بنكهة السبهللة. ده السنترال ده مش شقة فاضية ولا حوش بلدي سايبينه، ده شريان خدمة وبنية بتوصل صوت مصر وسكانه. يبقى ازاي يتحرق مرتين وفي الأسبوع نفسه كمان؟ دي حتى الحبكة في المسلسلات ما بترجعش اللقطة تاني بالملي كده يا جدعان. قالوا لجنة هندسية وتصريحات لوجستية وركبوا 4 كباين وسايبين أساس المشكلة سايبة. طب وحرايق العاشر ودمياط؟ ده احنا داخلين على بطولة كبرى في أولمبياد نار المؤسسات. يا مسؤولين ارحمونا من النسخ واللصق. البيان مش طفاية ولا التصريح بيطفي الحريق، واحنا بنقولها بالأمانة، النار مش لعبة والشعب مش غلبان بينسى، بس بيعدي من كتر الألم لحد ما الصبر يولع هو كمان. أتمنى الرسالة تكون وصلت، فضلا عن عزائي لأهالي الضحايا، وربنا يحفظك يا مصر.